الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. أحدثكم اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى عن شرف منزلة أهل الحديث ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. يكفيهم في ذلك شرف أنهم اعتنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جمعا ورواية وإسنادا وتبليغا. فعلم الرواية أيها الإخوة هو بمثابة حبل طرفه بيدك وطرفه الآخر بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتصل بعلم الحديث فقد اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم، علم الحديث، يخدم السنة المطهرة، وهي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث أيها الإخوة هم رواته الذين جمعوه وصالوا وجالوا في البلاد وقطعوا الفيافي والقفار وتركوا الديار من أجل الاعتناء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الشارحة للقرآن الكريم، الثانية ثانية المصدر من مصادر التشريع الإسلامي. فأهل الحديث أيها الإخوة هم أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ربطوا أسماءهم باسمه الشريف صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن أقبل على هذا العلم، وهو علم الحديث، قراءة ورواية وإسنادا وتبليغا لغيره. يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والسنة المطهرة أيها الإخوة من الفقه في الدين. من خدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قل هؤلاء في هذا الزمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يأتون من بعدي. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال في رواية: النزاع من القبائل، وفي لفظ قال: الذين يكونون عليه ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي أيها الإخوة دراسة هذا العلم، علم الحديث، بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وما تعلق بسننه، سواء القولية أو الفعلية أو السكوتية أو التقريرية. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.